السلام عليكم. الحمد لله انها خلصت تعادل، رغم ان الاهلي كان ممكن يجيب رباعيه وكانت تخلص رباعيه. بس ليه بنقول الحمد لله على التعادل؟ آه الاهلي الشوط الاولاني كان دفاعاته كويسه، لكن هو كهجوميا ما كانش موجود. بس هنيجي نتكلم على الفرص اللي ضاعت حتى في الشوط الاولاني، انما الشوط الثاني الاهلي عبر عن نفسه جدا، وهو ده الاهلي اللي احنا عارفينه ان احنا متعودين عليه. الضغط المتقدم والهجوم السريع وكل حاجه عملها الاهلي في الشوط الثاني تقول لك هو ده الاهلي لعب حلو جدا جدا، من احسن الاشواط اللي لعبها في الشوط الثاني. بس ليه بنقول الحمد لله على التعادل؟ انت غايب عنك التركيز والتهديف والتوفيق. طيب، برضو ليه بنقول تعادل؟ الحمد لله التعادل ليك انت اول المجموعة. برضو صحيح العلامة الكاملة كانت هتفرق معانا ان 6 نقط طبعا، وهندخل في كاس العالم للأندية وكذا ضغط هيحصل، لكن برضو حلو تعادل، لان انت برضه اول المجموعه و4 نقط، وان شاء الله الماتش يوم الجمعه الجاي نحقق النتيجه 3 بونت. بس الحمد لله انه على التعادل. برضه ليه؟ معظم الفرق الكويسه في المجموعات التانية او في مجموعتك او حتى في بطولات التانية خابوا وخسروا. عندك سان داونز خاب وخسر من مازيمبي، ترجي خاب وخسر من الهلال، شباب بلوزداد خاب وخسر من ميدياما. عندك حتى في البطولة التانية بتاعت الكونفدرالية بيراميدز شفت حصل فيه ايه، وخاب وخسر برضه. فالحمد لله ان احنا اتعادلنا، لان ما كان غايب عننا الثلاث حاجات المهمين دول: التركيز والتهديف والتوفيق. نص الملعب في الشوط الاولاني كان متاخد منك حرفيا، وكان في خلل حاصل في الجبهه، يعني في المركز بتاع امام، وتعدل لما نزلنا قفشه. الدنيا ظبطت جدا في الشوط الثاني وعملنا اداء كويس جدا جدا. بيجي كان عليه كور خطر في الشوط الاولاني، واتصدى الشناوي الكره خطر، بس الدفاعات كانت صاحيه وكانت واقفه على رجليها، والدفاعات كانت كويسه. يعني من الاخر كده الدفاعات كانت حلوه في الشوط الاولاني، والهجوم كان حلو في الشوط الثاني. بس برضو التهديف كان غايب عننا الا في الاخر، في اخر الجول اللي جابه بيرستاو من كريم، واللي على ايه، واللي كان هيبقى حلو قوي لو قفلت على كده من غير ما نستقبل الهدف التعادل، لان التوقيت بتاعه كان مهم جدا، وكان فعلا جول قاضية من جميعه، يعني تطبق عليه الشروط والاحكام. الكرة راجعة بالراس وفي الدقيقة 85 وتيجي بالمنظر ده، بس طبعا برأسية بيرسي. بس قدر الله ما شاء فعل، انت كده كده بتبقى تفهم ده. هو مقدر لك انك تتعادل يعني. فالحمد لله على كل شيء. نيجي نتكلم كده بتفصيل، بس في عجالة يعني، عن الفرص اللي ضاعت من اول الشوط الاولاني. الشوط الاولاني بعد اول ربع ساعة في الدقيقة تقريبا 19، هي لولاها كرة الشحات كانت الدنيا هتختلف تماما، وكنا هنوصل للرباعية دي ويمكن ازيد كمان، لو كان الشحات حط الكورة في المرمى اللي كان فاضي. لكن انا لغايه دلوقتي معرفش هو ازاي يتعامل بالطريقه دي. ففي الدقيقه 19 اهم كوره واول كوره، واللي كانت هتنقل المباراه نقله تانية خالص في موقعها المستحق والاساسي، لكن ربنا ما اردش. والشحات عامل وحش قوي فيها. في الدقيقة 27 بيرسي تاو بيضيع هجمة خطيرة وبيجري بالعرض، بسبب انه طول في الكورة في ايده، في رجله، هدف يعني صوابها للشحات بطريقة غلط، طلعت اوت. الدقيقة 44 هجمة خطيرة بنضيعها بمرتدة علينا بفاول على ياسر. الشوط الثاني من اول الشوط ومن اول دقيقة، وواضح ان خلاص اللعيبة كانت واخدة التعليمات ان هتنزل تضغط كومباكت هجوم و... احنا عملنا كل حاجة، بس ربنا ما أردش. عندك
طبعا الحمد لله الجول اللي جبناه والتعادل، بس برضو احنا كنا نقدر نخلص صح، احنا ما بننهيش صح الهجمه. يعني احنا محتاجين راس حربه يليق بقيمه الاهلي، ويبقى لنا سنين وسنين بندور عليه، بس برضو انت قادر تخلص وتنهي الهجمات بشكل صحيح؟ انت ما بتعملش كده. ولا بنلعب السهل، ويوم ما بيبقى عندك الدنيا سهلة وتقدر تصوب، بتلعب صعب. الشوط الاولاني، اول الشوط في الدقيقة 45 فرصة بروحين بيرسي كهربا، وحتى شك في لمسة يد ومفيش، وضيعناها بغرابة. وفي الاخر حتى المخرج ما جابش لمسه اليد دي، ما شفناش كويس، عشان كده بنقول ما نعرفش كانت لمسه يد ولا لا. المهم مش هنقف عليها، احنا مضيعين بالهبل يعني. كويس، هجمات كتير وضغط هجومي كبير من الاهلي، بس التهديف مفيش. ده كله واحنا لسه في الدقيقه 51 فرصه كهرباء الاخطر، ولولا الدفاع اللي شالها من على خط المرمى كنا هنجيب الجول الاولاني. في الدقيقة 59 تسديدة الشحات في المقص، ولكن الحظ فرقت، مفيش في المقص يعني على المرمى العارضة. في الدقيقة 67 كعب علي معلول، طب ما تشوط بدل الكعب في الجول يعني، ما كانش ليها لازمة، بس هنعمل ايه؟ ماشي. في الدقيقة 70 هجمة بتضيع بشكل غريب. في الدقيقة 85 القاضية والجول، بس والقاضية كما يجب ان تكون، وكلنا فرحنا، وجماهير الاهلي الجميلة اللي داخلة بالتيفو بتاع فلسطين، ويا رب ربنا يا رب يزيح الغمة دي وينصرهم يا رب، امين. وفرحنا كل حاجه، ما لحقناش الاهلي العظيم. رجعنا تاني ايام موسيماني، فاكرين الايام دي لما كنا بنجيب الجول ما بنحافظش عليه فبيخش فينا جول، فما لحقناش دقيقتين 3 هوبا جه الجول، ومن استهتار دفاعي مش معقول. الجول ده جه في الدقيقه 91. جول التعادل، الدفاع بتاعنا قاعد بيتفرج، سايبهم يظبطوا لبعض الكوره، وجابوا الهدف، والهدف صعب، رغم ان الشناوي صدها بايده بس دخلت وكانت اقوى. هو لو كان عملها بالبوكس او حاجه كانت ممكن كانت تخرج، بس انا هلوم على الشناوي. طب وبالنسبه للي قعدوا يتفرجوا في الدفاعات، فطبعا ضيعنا يعني فوز كان هيبقى مهم جدا وفي وقت مهم جدا جدا. الدقيقه 93 جول الفوز السهل ضيعه طاهر باستهتار غريب، او معرفش يعني، كان زماننا فرق جدا. في النهاية دي معظم الهجمات الخطر اللي كانت تعتبر اهداف محققة، منهم بتاع 4-5 اهداف محققين احنا ضيعناهم. وكل هجمة بركنية، وكل ركنية سلبية. ماسكين الملعب، ضاغطين، هاجمين، لكن كان بينقصنا التركيز وانهاء الهجمات زي ما احنا قلنا، والتخليص بتاعها. التعليق يعل. محمد علي اللي طالع من مدرسة احمد الطيب، الاتنين اللي يعني الواحد لو يتفرج من غير الصوت كان يبقى احسن يا ربي. يعني انت ميولك زملكاويه، طيب انت المفروض في الاول وفي الاخر يعني ما تشجعش، علق بس علق يعني مصري، انت مصري انت، ولا كنا بنلعب الزمالك يعني. هو حتى كمان بيعمل مغالطات في التعليق، وفي تاريخ الاهلي، وفي اللعيبه اللي هتسيبه، وفي اللعيبه اللي عندها مشاكل، وده كله مش مطروح اصلا. هو شغال هبد والسلام، بس اي حاجه تكون سلبيه ضد الاهلي فقط لا غير. كل شويه يتكلم عن جلسه كولر والسبب في اداره الاهلي، ازاي ما جبناش حارس راس حربة. في النهايه بيتكلم عن مشاكل بس. اي معلق تاني لاي بلد عربي مش هيعمل كده، هيشجع حتى مش بالانتماء بس بالوطنيه يا جدع. الحمد لله الاهلي اول المجموعه. افهم انه مش مقدر ليك انك تفوز، ضيعنا فوز مهم في وقت مهم. ونقدر نقول ان طريقه اللعب كويسه، والتغييرات بتاعت كولر وهو كويس جدا يعني، ما اثرش غير ان الحظ كان ضدنا. وفي الاخر الطريقه بتاعت 4-4-2 دي كانت كويسه اللي غيرها. المهم ان شاء الله يوم الجمعه نعمل
نكون كويسين ونقدم ماتش كويس وناخد 3 بونت وان شاء الله خير. ومعاك يا اهلي دايما، ويا رب ينصر فلسطين يا رب، ويا رب يغيثهم. ومع